السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم بقى صينية بطاطس بالفراخ، حاجة كده عظمة. بسم الله ما شاء الله. بصوا الله على الجمال. بصوا مجرد ان انا حطيت فيها المعلقة بس اتفصل اللحم عن العظم، والبطاطس جوسي وجميلة. انا غسلة الفراخ كويس وحطها في محلول النقع بتاعها، وبعد كده شطفتها كويس وحطيتها في مصفى تتصفى. بعد كده هنقل الفراخ كده في بولة، وهنزل عليها بقى بالتوابل. التوابل عبارة عن معلقة فلفل اسود، معلقة سماق، ربع معلقة صغيرة كده جوزة الطيب، ومعلقة كبيرة عسل اسود، وعصير ليمونة. السماق ده بيدي مزازة كده حلوة قوي للفراخ. هدعك بقى التوابل دي في الفراخ بتاعتي، وهكون حاطة طاسة على النار، هحط فيها كده معلقة زيت كبيرة ومعلقة سمنة. اول ما يسخنوا معايا هنزل بالفراخ كده بالطريقة دي. طبعا انا بحمر الفراخ وهي نية، هحمرها على الجنبين لحد ما تحمر معايا وتديني اللون الجميل دوت. على طول كده هقلبها على الناحية التانية، واول ما تتحمر معايا على الناحيتين هرفعها على طول في طبق. وبعد كده هكون مقطعة كده بصلة جوانح. طبعا هنا الفراخ نزلت كل الدهون اللي فيها. هنزل بالبصلة كده لحد ما تتشوح معايا شوية تدبل، وبعد كده هنزل بمعلقة توم. اول ما اشم ريحتها هنزل بالبطاطس، هشوح البطاطس معاها شوية، وهنزل عليها بعصير نص كيلو طماطم والتوابل، مكعب مرق دجاج، ملح، بهارات فراخ، فلفل اسود، معلقة شطة صغيرة، البهارات السبع، وقرنين فلفل حراق او رومي، ومعلقة فلفل احمر مهروس، ونص كوباية مية بتغلي. اول ما الصلصة تتسبك معايا كده شوية، طبعا البطاطس كده بتستوي معايا نص سوا، على طول كده يكون معايا صينية، وهنزل كده بالبطاطس بتاعتي. بصوا شكلها ولونها جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله، في الصينية كده. وهرص الفراخ بتاعتي، هكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180. هدخلها الفرن بقى لحد ما تستوي، هي تعتبر مستوية البطاطس والفراخ نص سوا. هسيبها بقى تكمل سوا في الفرن، وبالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. هنا كده كانت الفراخ طلعت كده من الفرن. بصوا بقى دايبة دوب، بسم الله ما شاء الله، والبطاطس جوسي وجميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.